جميلة شلون أيام قضينا، جميلة وما ننكر وفا الصاحب، جميلة وحيدة وشعبية وزينة، وجميلة ما ظن مثل وانت الخفية. أحبائي الكرام، نحن الآن في ضيافة الفنان خليل أبو وليد الأهوازي بإشراف عازف الكمان سيد خلف أبو سعيد، والفنان الأخ عماد الأهوازي. أبو وليد مواليد ياسنا حبيبي 54 شمسي ضبط راسك الحميدية. بأي سنة سديت الفن؟ والله صراحة يعني من الطفولة استبدينا بالفن، يعني تقدر تقول يا سنة حوالي يعني بالتسعينات، وقبل هم يعني كان 90 ميلادي. نعم. الفرقة اللي نظمتها ذاك الزمان حطيت لك اسم عليها الآن؟ بداية لا ما كان يعني يخلي لها فرد اسم، بس يعني حوالي بال2000 ميلادي 2000 شيء خلينا فرد اسم. قبل لا تكون هم مؤسسة نداء الكرخة الذي تعرفنا مثلا من قبل أبناء الخفاجية من الشاعر باسم أبو سام حمادي، كثير من الأخوة والفنان غالب الأصيل، استبدينا بهذا الاسم فرقة نداء الكرخة. ذاك الزمان كنت تاخذ من الشعراء تغلب من المطربين؟ والله صراحة بالطفولة يعني بداية بالفن أغاني كنا نستبدي تقليد من شبابنا مثل الفنان مالك أبو حكيم، ذاكرين الأخوة غالب الأصيل الأخوة، فيشعر أغاني محلية استبدينا بهن. ومن بعد استبدينا كثيرين من الشعراء منهم الأخوة مثل الأخ أبو شروق أبو أمجد، الله يرحمه الشاعر أبو مختار ستار أبو سرور، كثيرين من الأخوة. وحاليا بداية أبياتهم ذكر الشاعر مثل يونس الصرخي، كثيرين من الشعراء الذين. أول أغنية الذي غنيتها؟ أول أغنية غنيتها إذا تتذكرها. بداية يعني استبدينا بالفرقة بالحميدية أنا والفنان غالب الأصيل، وكثيرين يعني من أغاني الفنان غالب الأصيل كلماته، وعندي هم أغاني أيضا من كلماتي، وأكثر من الشعراء هم أبو أمجد الأخوة أبو شروق الأناشيد. الغنى التراث القديم الأهوازي بداية كنت أتذكر مثلا الفنان أبو محمد الراحل الله يرحمه عبد الأمير إدريس، الله يرحمه، كان يجي مثل فرقة الحميدية وأبناء الحميدية يتطلبون منه مثلا أنه أشاركه في هيك أغاني، فشاركت بعض أغاني. سمعنا أبو وليد يغني بطور عبد الأمير إدريس سابقا، إذا تجيد الطور مال أبو محمد فرد بيت أبو ذيه على الخدمة، بس هو صوت الفنان صوت يعني موهوب صراحة، وصوت بشكل يعني دافع للفنان أبو محمد، بس يعني ما نقول نوصله فرد مستوى للفنان.